الا جربتي هذه الوصفه من اليوم ما غتولي تشري دانيت كراميل او فلون كراميل. غتحضريه في المنزل ديالك، كيتقام عليك رخيص بزاف بزاف، وكتبارك الله كتحضري كميه اللي وفيره وكيعشقها الكبير والصغير. وقبل ما ندوزو للوصفه، لاول مره كيشوف الصفحه ديالي اولا قناتي وصفات سهله وسريعه، اشترك باش يبقى يتوصل بجميع الوصفات ديالي. وندوزو دابا للطريقه والمقادير. هنا كاول مرحله غنجيب كاسرونه نضيف فيها كاس ديال السكر سنيده، دائما بعبر كاس ديال العنبه، كنضيفو فوق النار اللي مهيله مع التحريك، غير ما كنحركو بتا شي حاجه، فقط الكاسرونه مره كنحركوها حتى كيذوب داك السكر السنيده ديالنا تماما وكيولي على شكل كراميل. عاد كندوزو كنكبوه في هاد ليمول هادو ديال الكراميل. ما كانوش متوفرين كديروا في كيسان ديال الدجاج ولا في شي حاجه اللي كديروا فيهم نتوما التحليات ديالكم. انا وريتكم هاد ليمول هادو صراحه راهم رخاصين وعاملين 12 حبه كيديروا ب 10 ديال الدرهم. انا شريتهم من مرجان، يعني راهم متوفرين وموجودين 12 حبه ب 10 ديال الدرهم. وهنا راه جربت معكم في الكاس ديال الدجاج باش تشوفوا الطريقه ديالو. اللي ما توفرش على ليمول يديروا في الكيسان ديال الدجاج. هنا كندوزو للمرحله الثانيه، كنجيب كاسرونه كنضيف فيها نص لتر ديال الحليب، عندي 2 معالق كبار ديال السكر سنيده راهم كيجيو كافيين مع الكراميل، عندي فانيل التنسيم، وكنضيف فلون ديال الفاني، فلو عادي ديال الجابون. ضروري البنات من فلو في هذه الوصفه هذه. وعندي 2 معالق كبار ديال النشا. هادو هما المكونات اللي غنحتاجو. كنخلطهم مزيان بالملعقه ولا بالفوي حتى ما كيذوبوا تماما داك حبيبات ديال السكر سنيده وكيتجانسوا مع داك النشا والفلون. المهم الكل كيتجانس وكيذوبوا في الحليب وهو بارد. عاد كنضيفوه فوق النار متوسطه، وكنستمروا في التحريك على هذا الشكل هذا. ما كنوقفوش نهائيا، صافي حتى كتختار الكريمه ديالنا ولا الفلون ديالنا وكيولي على هذا الشكل هذا. المهم كيوصل لذاك المرحله ديال الغليان كما كتشوفوا على هذه المرحله هذه. صافي كتطفيو النار وكدوزو مباشره كتوزعوه في ليمول ديالكم. المهم انا كنحاول نفرغهم يكونوا متساويين. هنا جبت عمرت هاد 6 متساويين، والكاس السابع درت في هذا الكاس ديال الدجاج كما قلت لكم باش تشوفوا ان حتى في الكيسان ديال الدجاج كيصدق. نتسناو حتى كيتحيد منه داك البخار تماما. عاد كنغطيوه وكندخلوه للثلاجه يبرد. من بعد ما كيبرد تقريبا 1 ساعه صافي كنقدموه على هذا الشكل. راه كيتحيد معنا بكل سهوله، ما بغاوش يتحيدوا لكم كديروهم ديروا في واحد الاناء فيه الماء سخون وحطوهم حتى كيذوب داك الكراميل وعاد تقدموهم. انا ما درتهمش تحيدوا معايا صراحه بكل سهوله. المهم كنوريكم الطريقه. كنحاول هكا بصبعي ولا بشي موس ولا ملعقه هذيك الجوانب كتحاولوا تحيدوهم من الجوانب. ملي كتجيو تحطوهم كتقيسوهم بيدك وكتعطيهم واحد شويه بحال اللي كتخلوهم الهواء صافي وكيتكبوا معنا بكل سهوله. يعني الفيديو راه موضح اكثر من اللي كنهضر، راهم صراحه ساهلين وسريعين. وهنا بالنسبه للكاس ديال الدجاج كذلك وريتكم. صافي كنمرر السكين على هذه الطريقه هذه صافي ونقلبوا بكل سهوله. يعني كيجيو ساهلين سراعين. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هاد التحليه او هاد دانيت كراميل فلون كراميل. كيجيو غزالين، كيبغيوهم الصغار وكذلك كيبغيوهم الكبار. وصراحه ما كياخذوش معنا لا الوقت ولا المجهود، وكما شفتوا حتى مكوناتهم راهم بساطين. هنا درت الماء الزين هذا البسيط كاوكاو ايفيلي، حمرت واحد التحميره خفيفه. ويمكن لكم تزينوهم بالديسير، يمكن لكم ديروهم في مول هكا كبير عائلي وتقدموهم مع مرافقين مع الفواكه. صراحه كيجيو زوينين بزاف وراهم احسن من الفلو كراميل ولا دانيت كراميل اللي كتشريو من الزنقه. حضروا في المنزل ديالكم، عرفوا راسكم شنو دايرين فيهم، وتبارك الله راه كتجي كما شفتوا كميه الوفيره بنص سيترو ديال الحليب فقط. هنا راه دقت معكم باش تشوفوا القوام ديالو كيجي داير. كيجي لذيذ بزاف. كتبت ان شاء الله الفيديو يعجبكم. نضرب لكم موعد الفيديو الجاي. خليت لكم الراحه والسلام عليكم.